تخيل تنزل الصبح تدور على رزقك وما ترجعش بيتك تاني. للأسف ده اللي حصل مع هدير، بنت مصرية كان عندها مشروع بسيط، عربية صغيرة بتبيع من خلالها الشاي والقهوة عشان تساعد أهلها وتبني مستقبلها بنفسها، زي آلاف الشباب والبنات اللي بينزلوا كل يوم يجروا ورا لقمة العيش بالحلال. لكن في لحظة كل حاجة انتهت، ومن ساعتها والسوشيال ميديا كلها مقلوبة، كلها بتتكلم عن هداير، والناس كلها حزينة وغضبانة. والناس دلوقتي بتطالب بالقصاص، وبتطالب بكشف الحقيقة الكاملة، وبتطالب بمحاسبة كل مسؤول عن اللي حصل. وانا بضم صوت لصوت الناس وبطالب ان الحقيقة كلها تتقال، وان اي حد يثبت التحقيق انه مسؤول عن اللي حصل يتحاسب، لان دم الناس مش رخيص. لكن بعيدا عن تفاصيل القضية واللي القضاء وحده هو اللي هيقول كلمته فيها، لازم نقف مع نفسنا وقفة ونسأل ازاي طفل او مراهق يمسك عربية وينزل بيها الشارع، وازاي بقى فيه استهتار بالشكل ده. العربية مش لعبة، والطريق مش مكان نجرب فيه. غلطة واحدة او لحظة تهور ممكن تنهي حياة انسان بريء او تدمر اسرة كاملة. كل اب وكل ام لازم يعرفوا ان السماح لاولادهم بقيادة العربية قبل السن القانونية مش شطارة ولا ثقة ومش حرية، دي مسؤولية كبيرة جدا، وتمنها احيانا بيكون إن حياة انسان. النهاردة هدير راحت، لكن لازم نسأل نفسنا سؤال: كم هدير تانية لازم نخسرها عشان نعرف ان الاستهتار على الطريق ممكن يقتل؟ ربنا يرحم هدير ويصبر اهلها ويشفي كل مصاب، واحنا كلنا واثقين في عدالة القضاء المصري وقدرته على اظهار الحقيقة كاملة. وبصراحة يمكن يكون ده الوقت المناسب اننا نعيد النظر في القوانين الخاصة بقيادة الاطفال والمراهقين للسيارات، لان كل شوية بنسمع حادث جديد وضحايا جدد واسر بتدفع الثمن. لازم يبقى في عقوبات رادعة لاي شخص يسمح لطفل او مراهق انه يمسك عربية وينزل بيها الشارع، لان اللي بيحصل مش مجرد مخالفة مرور، دي ارواح ناس. ويمكن تكون مأساة هدير فرصة حقيقية اننا نفتح الملف ده من جديد عشان نحمي ارواح ناس كتير ونمنع تكرار المأساة دي مرة تانية. كنت معكم الصحفي اشرف محمد، وهستنى ارائكم في التعليقات، وما تنسوش تشاركوا الفيديو واستنوني في فيديو جديد.